علاج الحساسية عموما في جايد لاينز زي إرشادات لكل الأطباء. أول ما احنا بنشخص إن الطفل ده عنده حساسية صدرية بنقدر إننا نصنف الشدة بتاعة الحساسية دي. هو بسيط جدا، هو أقوى شوية، هو متقطع، هو مستمر، وهكذا. وبناء على التصنيف للحالة احنا بنوصف العلاج. انما الاهم من كده انه العلاج الوقائي ده لازم يستمر لفترة طويلة علشان احنا نقدر نستفاد منه. لازم نتابع مع الطبيب كل فترة، على الاقل كل فصل من فصول السنة اللي هو كل 3 شهور، واننا بنعدل العلاج للطفل. العلاج الوقائي ده مش بيبقى واحد ثابت لكل الاطفال في كل الاوقات، هو احنا بنديه للطفل حسب الحالة بتاعته في وقت معين من السنة، وبنعدل فيه مع تطور الحالة.